يلا بينا مع بعض نعمله أحلى كيكة رواني بمكونات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في أي بيت. نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب بولة أحط فيها 3 بيضات، رشة فانيليا، كوباية إلا ربع سكر. أبدأ إن أنا أضربها بالمضرب البيض بالشكل ده، أضربها كويس جدا. أحط عليها كوباية إلا ربع زيت لحد ما أحصل على قوام ناعم جدا وكريمي. أحط كوباية إلا ربع حليب أو لبن. تمام. بعد ما خلصنا خفق كده، كوباية دقيق احط عليها نص معلقة بيكنج بودر واقلبهم الاول كويس جدا، واحط معلقتين جوزة الهند، وكوباية بقسماط او دقيق البسبوسة. تمام. بعد ما قلبتهم كويس جدا بالشكل ده، اجيب صينية مدهونة زيت ومتبطنة بالدقيق، واحط الخليط فيه بالشكل ده. احطه في فرن بقى كده على درجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة. أكون مجهز بقى الشربات بتاعها، كوباية سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، أحطهم على النار 3 4 دقايق لحد ما يعقدوا كده ويغلوا معايا، واسيبهم لحد ما يبردوا. كانت الكيكة بتاعتي استوت وبقت جاهزة. أبدأ إن أنا أقطعها بالشكل ده. أبدأ إن أنا أحط الشربات عليها بالشكل ده. تمام. وزعت الشربات كده، ورشة جوزة الهند بقى كده عليها. تمام كده. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وهشة، وحاجة تفتح النفس بقى، وريحتها ما اقولكمش عليها خطيرة. خفيفة جدا وسهلة وبسيطة، مش هتاخد معانا وقت، والعيلة هتنبسط منها جدا. يا رب تعمليها وتدعيلي بدعوة حلوة. ما تعمليها وتجربيها، ولايك وشير كتير، واترككم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.